بتشتكي ان المصروف مش مقضي ومش قادرة تمشي نفسك بيه؟ كمان حيرة كل يوم يا ترى هطبخ ايه لأولادي، ونفسي اطبخ لهم أكلة حلوة كده ان هي تغذيهم. ايه رأيك النهاردة ان شاء الله هنعمل أكلة اقتصادية من الفراخ؟ أكلة اقتصادية من الفراخ، أيوة. زي ما وعدتكم قبل كده إن احنا ممكن من الفرخة نطلع منهم أكلتين. زي ما انتوا شايفين وصفة النهاردة ان شاء الله هنعمل صينية بطاطس من الفراخ. يعني الفراخ قسماها على جزئين، أخدت جزء منها عملت بيه صينية بطاطس، والجزء التاني عينته وهنشوف هنعمل بيه ايه مرة تانية. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الطبق اهوت فيه قطعة فراخ والرز وكمان البطاطس، تعتبر أكلة مغذية لأولادنا. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو، بس قبل ما نشوف الفيديو هنسمي الله ونصلي على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف عملنا ايه. أول حاجة اما تيجي تشتري الفراخ حاولي ان هي وزنها تكون ازيد من 2 كيلو. ليه؟ عشان اما تيجي ان انت تقسميها تكون مدياكي اللحم معاكي. يعني مثلا الصدر يكون فيه لحم او كمية عشان تقدري تعملي فيه وصفة. اما تيجي تقسمي الوراق يكون الدبوسة يكون فيها لحم كتير، فتكوني مستغنية اللي انت تدي مناب تاني. فلازم الفرخة تكون ازيد من 2 كيلو. الفرخة دي 2 كيلو ونص. زي ما انتوا شايفين انا قسمتها على جزئين، باخد الجزء اللي هو اللي فيه الاوراق بقسمه. انا بقسم الدبابيس وبعد كده بقطع اللي هي الافخاد، وبعد كده بسيب الجزء اللي في النص. يعني انا بقسم الاوراق على 5 قطع. طبعا لو عدد الاسره قليل ممكن ان انت تخليها الوراق على بعضها، مش شرط ان انت تعملي كده. يعني ممكن ان انت هتدي الورك مناب بحاله، لكن مثلا لو العدد كبير هتضطري ان انت تقسميها زي ما انا بقسمها كده. وحتى ممكن ان انت تقسميها حتى لو عدد الاسره قليل او عدد الافراد قليل، ممكن ان انت تقسميها وبدل ما بتدي قطعه واحده تدي قطعتين. بس احنا بنمشي وبندبر امورنا. واي نعم هي بتبقى قليله بس احسن من شويه كشري، احسن من شويه رز وبطاطس كده ناشفين. هي برضو احنا عاملين رز وبطاطس بس عاملين جنب منها فراخ. زي ما انتوا شايفين قطعت الوراق، بخش بقى على الصدر. انا بقى زي ما انتوا شايفين انا بخليه. انا دايما بحب ان انا اجيب الفراخ واخليها، لان طبعا البانيه بره بيكون غالي، فانا بطلعه من الفرخه وكمان بستفاد ببقيه الفرخه، وكمان بستفاد بالكبد والقوانص بتاعه الفرخه. طبعا لو انت بتشتري الفراخ مش هتستفادي بالحاجات دي كلها. زي ما انتوا شايفين هي بتتخلى معايا بكل سهوله، وانا خليتها معاكم كتير. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الصدر اهوت خليته. هنا هنعينه زي ما قلت لكم ان احنا هنعمل بيه وصفة تانية. هنا بقى بقطع الاجنحة، وهنا عندي الرقبة وعندي الهيكل بتاع الفراخ. طبعا الجلد ده لو انت مش محتاجاه بقى هترميه، او ممكن اللي انت تسيبيه اللي انت تحطيه في قلب الصينية ان هو يدي طعم وبعد كده تشيليه ترميه لو انتوا مش بتحبوا ان انتوا تحطوه في الاكل. عشان زي ما قلت لكم النهارده وصفة النهارده انا عاملاها بدون اي دهون صحية. ولو عايزينها صحية اكتر بدون دهون ممكن ان انت تشيلوا الجلد بتاع الفراخ ده وتعملوها كده عادي، مفيش اي مشكلة خالص. زي ما انتوا شايفين ده الفرخة اهي بعد ما خليتها. عندي الاجنحة وعندي الصدور بتاعت الفراخ وعندي الاوراق. هنخش بقى على غسيل الفرخ. انا قطعتها الاول وبعد كده غسلتها، وبعد كده عملت لها بقى ايه المحلول بتاعها اللي انا هنقعها فيه او المية بتاعتها اللي انا هنقعها فيه. طيب انا حطيت ايه هنا في الطبق؟ انا كنت حاطه في شفشق الخلاط، حاطه دقيق وحاطه ليمون وحاطه جنزبيل وحاطه سكر وملح، وحاطه كمان خل اللي الناس هتعترض عليه. الخل ده بحس ان هو معقم للفراخ. الناس اللي بتشتكي وبتقول الخل بيعمل زفرة للفراخ، مش الخل هو اللي بيعمل زفرة للفراخ، نوع العلف اللي الفراخ بتاكله هو اللي بيعمل زفرة للفراخ. زي ما قلت لكم انا بحب ان انا احطه عشان يكون تعقيم للفراخ. زي ما انتوا عارفين الجو اليومين دولت مش كويس، وكمان اولادنا هيروحوا مدارس، عايزين ان هي الحاجة اللي هم بياكلوها تكون صحية معانا. انا هنا جبت البطاطس وشوفي الكمية اللي انت حابة تعمليها وقطعيها. قشرتها وغسلت البطاطس وبعد كده بقطعها، ولا انا عايزاها سميكة قوي ولا عايزاها رفيعة قوي. وادي البطاطس اتقطعت معايا اهيت. بعد كده بقى هجيب البصل. جبت 4 وحدات من البصل متوسط وهبشره بالمبشرة. عايزاه يكون ناعم معايا، ما ينفعش ان انا اخرطه بالسكينة، مش هينزل مية معايا كتير. لا اما تعمليه في الكبة او اللي انتي تبشريه بالمبشرة.
هتبشريه. عايزه اقولك ان كل الخطوات اللي انا بعملها دلوقتي دي ممكن تعمليها قبلها بيوم. لو انتي بتبقي موظفه ومش قادره ان انتي تعملي الوصفات دي، تيجي من بره بتاخد منك وقت، هتعمليها قبلها بيوم، ويا دوبك اللي انتي تاني يوم هتطلعي الصينيه اللي انتي تسويها على طول. هنا بعد ما بشرت البصل بجيب شويه ملح، شويه فلفل اسود، وادعك بيه البصل كويس جدا، لان ده السر اللي هيدي طعم للفراخ والبطاطس، الميه اللي بتنزل من البصل. بعد كده قسمت البصل على جزئين، اخدت جزء حطيته على البطاطس، وكمان هقلب بقى البطاطس دي مع البصل، وهسيبها شويه كده ان البطاطس تشرب من البصل، ويبقى كله داخل، يعني كله يبقى كله طعم واحد، البصل والبطاطس. اما تيجي تعملوهم مع بعض كده البطاطس هتديكي طعم حلو قوي. هنا دي بعد ما غسلت الفراخ زي ما انتوا شايفين، باخد الصدور دي هاخدها واحطها في قلب كيس واعينها في الفريزر، ان انا مجرد اللي انا هطلعها استخدمها على طول لان انا غسلتها. وزي ما قلت لكم هنعمل بيها وصفة تانية وهتبقى حلوة جدا وهتعجب اطفالنا قوي. هنا زي ما انتوا شايفين اخدت الجزء التاني من البصل بتبل بيه الفراخ. بعد ما اتبل بيه الفراخ هاخدها وهحطها على البطاطس، يبقى عندي كده البطاطس متبله بالبصل وعندي الفراخ متبله بالبصل. ممكن تغلفي كده الصينيه على بعضها وتحطيها في التلاجة، او اللي انتي تخلصيها خالص بعد ما تحطي عليها الصلصه وتحطيها في قلب التلاجة. زي ما قلت لك مجرد اللي انتي هتيجي اللي انتي هتسويها، البطاطس مش مستحب اللي انتي تسويها قبلها بيوم لان طعمها بيغير في التلاجة. ممكن تسيبيها نية كده وتسويها، او ان انتي تسيبيها كده بدون ما تحطي عليها صلصة خالص، وما تيجي مجرد بس ان انتي هتضربي الطماطم في شفشق الخلاط وتصفيها وتحطيها عليه. هنا بقى هسيبها كده على جنب ان كله برضو يتبل ويشرب من بعضه. هجيب بقى طماطم وهحطها في شفشق الخلاط، وبعد كده هعصرها هصفيها، وبعد ما اصفيها هحطها على البطاطس. الطماطم غاليه اليومين دولت وبتبين غلاوتها علينا. هنجيب كام طماطميه كده. عايزه اقول لكم ان الطماطم دي كانت عندي في الفريزر، زي ما قلت لكم قبل كده كل ما كانت الطماطميه بتستوي معايا بحطها في الفريزر، حتى لو واحده ما بستهونش بيها، كيسه كده مخصصاها في الفريزر بجمع فيها الطماطم اللي بتستوي، بطلعها تفك وبطبخ منها وصفه زي ما انتوا شايفين، بتوفر عليا كتير قوي. هنا بعد ما خلصت الطماطم انا هنا ما حطيتش ميه غير شويه ميه بس صغيرين وانا بضرب الطماطم في شفشق الخلاط. هنا بحط شويه ملح على وش الطماطم بس عشان يطعم الطماطم. هنا عندي الفراخ متبله والبطاطس متبله، وحطيت على الوش زعتر، ده بيخلي ريحه الفراخ وطعم الفراخ تحفه. بعد كده هاخدها واحطها على البوتاجاز، هسيبها لغايه ما تستوي على البوتاجاز، وبعد كده هدخلها الفرن عشان ما تاخدش وقت معايا في قلب الفرن. على ما هي تستوي قلت اعمل شويه رز. هعمل الرز النهارده رز حبايه وحبايه. عايزه اقول لكم ان ريحته بتجيب البيت كله، يعني مش ريحته بتكون فايحه في الشقه بس، لا والله بتجيب ريحه البيت كله. زي ما انتوا شايفين اخدت شويه من الرز حطيتهم في شويه زيت وقلبتهم لغايه ما لونهم لون كده زي الشعريه. بعد كده ضفت عليهم الرز وهضيف عليهم الميه، وهظبط الميه بتاعتي وهظبط الملح، وبعد كده هغطي عليه واسيبه ان هو يتشرب وهدي عليه النار. هنا خلاص بعد ما خلصت الرز كانت البطاطس استوت معايا على البوتاجاز. هاخدها بقى وهشغل عليها الشوايه مجرد ان هي وشها يحمر. طبعا مفيش اسهل من كده. دي البطاطس اهي زي ما قلت لكم اهي خلاص كده خلاص استوت. هاخدها بقى وهحطها في قلب الفرن مجرد بس ان انا هشغل عليها الشوايه. ممكن تسيبيها شويه كمان ان الميه بتاعتها تتشرب، انا هسيبها بس حاجه بسيطه ان الميه بتاعتها دي تتشرب شويه، وهدخلها تحت فرن البوتاجاز مجرد بس او تحت الشوايه ان هي تتحمر معايا. شايفين الصينيه طالعه اهي بتبقبق اهي لسه سخنه نار، وشايفين شكل الفراخ. وعايزه اقول لكم ريحتها تحفه، حاجه صحيه بدون اي دهون خالص للناس اللي بتحب الاكلات الصحيه. وعايزه اقول لكم ان الوصفه دي وصفة امهاتنا زمان كانوا بيعملوا البطاطس بالطريقة دي بدون بهارات كتيرة، بدون ما يحطوا ثوم، بدون ما يحطوا فلفل. هي دي الوصفة الاساسية ودي وصفة البطاطس اللي بعشقها بدون اي حاجة. دي لها طعم، والبطاطس اللي بيتضاف لها ثوم وفلفل بيبقى لها طعم تاني. بتجيبي بقى طبق كده وبتحطي فيه بولة من الرز، بتطلعي كده مناب من الفراخ بتحطي لابنك او لبنتك، وبتحطي كام قطعة من البطاطس وعليها كده شوية من الصلصة او البصل، وبتقدمي له الطبق. طبعا مفيش احلى من كده. الطبق ده بسم الله ما شاء الله بيأكل فرد سواء كبير او صغير. شايفين ما شاء الله قطعة الفراخ حلوة مش قليلة.
عايزاكي تجربيها بالطريقة دي، وانا متأكدة ان هي هتعجبك قوي. ده فيديو النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.